السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معلم. صراحة الواحد يا معلم صنع يومه، الواحد يا سيدي العزيز يا معلم انفش كله لو 1%. تحية للمغرب وتحية لشوارب المغرب على اللي عملوه في هولندا بولاد النايمة وولاد الخنازير. اقسم بالله العظيم يا معلم اشي برد الروح يا ولد، والله العظيم شقوا الجبناء شق يا معلم. اعطي اجلد اقسم بالله العظيم، اي والله العظيم يا رجل اشي يا معلم مفخرة اللي صار يا ولد. اقسم بالله العظيم يا رجل انهم اجمل من ايش، اجمل من البسس. اقسم بالله العظيم رفعت راسنا للمغرب، تحية للمغرب وشلع قطع بلاع الشيل ولا الا نصر الله لقريب. بس اخواتنا في المغرب ما قصروش معهم في امستردام، سلوقوهم سلفحوهم شمطوهم شمط، لقوا فوق كلها. بس جت الطيارة واخذت فريقهم ونزلتهم على بنغوريون. اخواتنا في لبنان ما هدوش عليهم، بعثوا لهم في هذه اللحظات هدايا رعبتهم رعب، موتتهم خوف، شخختهم تحتهم كمان. وهلك شو ماله حياكم يا اخي مش عارف، الواحد بقى نفسه هفة على هولندا وبقى بيعشق المغرب فجأة كده سبحان الله. مع اني شوف كنت بحب المغرب من لا بس دلوقتي بقيت بعشقها. يعني عشقها يعني بالزاف اعشق المغرب. يعني المغرب دي كل اهلها ناضين او لا ناضي بالزاف، مش عارف هي مصطلحات انا بحاول اجمعها. مش عارف بحب المغرب سبحان الله حكمة ربنا. انا شاكك ان البحيرة دي احتمال تكون ساقعة، فاذا لازم نعمل ترمومتر. بوبي كمان بوي كمان يلا كاتش في البحيرة. يعني انت ما لقيتش الا المغاربه تستفزهم يا ابني؟ اصل المغاربه مش زي كوكب لالا، مش بتوع معاها ظالمه او مظلومه وهيسكتوا، لا ده طلعت القصه اكبر من كده. انه في واحد منهم من البلد اياها شال علم اشقائنا من على بلكونه مواطن مغربي في امستردام وجاب لنفسه الكلام. بقى راحوا المغاربه روقوه. فانا اتكلمت في الفيديو اللي فات قلت لك انا شفت المغاربه عاملين كده بصراحه حاجه بطوليه. عرفت كمان ان هم اللي استفزوا المغاربه يعني كمان. يعني انا ما اعرفش الصراحه، يمكن هم افتكروا ان المغاربه زي كوكب لالا، يعني بتوع كلمتين وخلاص واحنا معاها ظالمه او مظلومه وافتحوا لنا الحدود يا عالم وافتح لنا الحدود يا مصر والكلام ده. فقال لك كده يعني ممكن زيهم زي كوكب لالا فخلاص. لكن طبعا في فرق كبير جدا ما بين المغاربه وما بين كوكب لالا. المغربي مش هيقول لك كلام وبس، لا هياخد فعل، والفعل اتفقت معاه بقى، انت اختلفت معاه، انما هو فعل بطولي. ليه بقى؟ عشان ما يجي حد يتكلم معانا بعد كده ويقول لنا اصل بص المغاربه بيعملوا ايه في اوروبا. لا هم المغاربه ما عملوش، هو اللي بدأ. هو شاف علم لاشقائنا متعلق في بلكونه واحد مغربي عايش في امستردام. السلام عليكم. امبارح كان في ماتش بين مباراة كرة قدم بين فريق اياكس امستردام الهولندي وبين فريق مكابي تل ابيب الصهيوني. فخلال الماتش او بعد الماتش اجت الجماهير الصهيونية وكمشت العلم الفلسطيني وخزقته وحرقته، ومن هالحركات الزلمن اللي بدهم يعملوها بالقوة. مين اجالن الاخوة المغاربة. الله محيي البطن اللي حملكم، قسما بالله الله محييكم رجال، والله انكم رجال. نتفوهم بدن حشك ولبك عقولة الاخوة السوريين، سلخوهم بدن كسروهم تكسير، عمل قلب تاعم الله لا يردن طبعا. وصار من بعد حالات فوضى وحالات تكسير وشغب ومن هالحكي وابصر شو، وصار في اعلان عن مفقودين واعلان عن اصابات. فوالله انكم يا المغاربه بنشد فيكم الظهر وبينرفع فيكم الراس قسما بالله. الشعب المغربي الف تحيه اجلال واكبار لإلكم، وعند الله تجتمع الخصوم. رأينا كلنا والعالم كله رأى الشيء الذي حصل في هولندا. تحية للإخوة المغاربة في هولندا على ما فعلتموه، شيء يدعو للفخر، شيء قمة في الرجولة. ومعروفة الجالية المغربية الهولندية ومعروفين أهل الريف بنخوتهم بكرمهم وفوقها بكرامتهم ورجولتهم. هذه والله تستحق أن أعطيكم التحية العسكرية. واجلدوا لي الجردان.
طبعا أنا كفلسطيني بحب أحيي المغرب وأسود المغرب وأسود الصحراء وأسود الأطلس. امبارح في امستردام اجت مجموعة من الكيان الصهيوني من إسرائيل يشجعوا فريق كورة. طبعا ما اجوا باحترام، صاروا مزعوا في اعلام فلسطين من الشوارع ويهتفوا للعنصرية ويهتفوا ضد الشعب الفلسطيني. طبعا المغاربة في الليل خلوهم كلهم يطلعوا يحكوا فري بالستايم. اقسم بالله العظيم اشي برفع الراس، اشي كل عربي لازم يفتخر فيه. المغاربة في النهار كانوا يهتفوا لإسرائيل، في الليل صاروا يحكوا فري بالستايم. كل واحد مغربي اعرف ان الفلسطينيين بيفتخروا فيكم. كل احترام والتقدير. طبعا احنا كفلسطينية ضد الاعتداء على اي واحد في اي مكان، بس هدول الناس هم اللي بدهم هيك، لانه الكل شاف والكل عرف كيف صاروا مزعوا في اعلام فلسطين وكيف صاروا يحطوا على العنصرية وكيف يعني بدهم المشاكل. طبعا المغاربة نزلوا لهم على الميدان، خلوهم يحكوا فري بالستايم. تحياتي للجميع، الله حيو اسود المغرب واسود الاطلس من ابن فلسطين، انتو تاج فوق الراس.